الله الرحمن الرحيم. ايه يا اهلاوية، اخباركم ايه؟ معاكم النسرة. في الاول كده عايزين نوصل ل1000 مشترك، فدعمونا يا اهلاوية. عايزين 1000 مشترك على القناة. النهارده كان في ماتش الاهلي ضد أبيجان لسه خلصان، فالحمد لله الاهلي كسب 3-1. بس طبعا في مشاكل كتيرة جدا جدا في الفريق، وطبعا تشكيل الكرة في الأول كان شوية فيه كده لخبطة، لكن في الشوط التاني ظبطوا. نتكلم في كل حاجة، ونتكلم في ياسر إبراهيم بسبب الجول الأولاني. أنا تقريبا التشكيل كان بدأ بالتشكيل كان الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، للأسف كريم الدبيس، السولية، كوكا، مروان، وقدام إمام وحسين وسام. ده التشكيل اللي بدأ بيه كولر. احنا كنا توقعنا التشكيل امبارح، بس هو أكرم توفيق اللي جت له إصابة، فعشان كده نزل كوكا مكانه. في التشكيل طبعا احنا شايفين ما عندناش يمين ولا عندناش شمال، الحمد لله. كريم الدبيس على الله حكايته، وخالد فتاح برضه نفس المشكلة، على الله حكايته. فطبعا الاهلي الشوط الاولاني كان ممكن يخلص الماتش. في الاول خالص كان في كورتين امام عاشور، كورة كان راح فيها اسامه وحطها له، بس للاسف شاطها ما بصاش لحسين الشحات، وكورة تانية وكان جوه 18 وشاطها بس الجون ضدها. يعني كنا ممكن نجيب جولين مثلا في اول ربع ساعة. بعد كده الاهلي دخل في جون طبعا ملوش اي لازمة خالص، غلطة ياسر ابراهيم الزحلق في النص، متحيي الشركة يمسك المهاجم بتاعه، فالتاني راح لما وشطها في البعيد طبعا عشان مقدرش يعمل اي حاجة خالص. فالشناوي النهارده ملوش دعوة بأي حاجة خالص، يكون دخل فيه بالعكس. الشناوي شلنا كتير جدا في الموضوع. طبعا بقى الاهلي فضل رايح جاي الماتش رايح جاي، مفيش اي حاجة من خطرة، مفيش كورة كويسة، مفيش باصات، مفيش كالعادة بتاع الاهلي يعني. فجه الشوط التاني بقى كابتن كولر طلع السولية وطلع الدبيس طبعا، اللي هو اساسا ولا ليه لازمة في الفريق اساسا، ونزل قفشة ونزل كريم نيدفيد بعد غياب كريم نيدفيد. النهارده بيلعب، لو هو اصلا ما كانش بيلعب في الدوري. عشان احنا كنا بنقول كده في اول، او اللي متابعانا في القناه، احنا بنقول لازم فرق اللعيبه تدي عشان لما تلاقيها اما تعوز تلاقيها. انت النهارده كريم نيدفيد طبعا كان كويس بصراحه، انا كنت النهارده ما كانش وحش، كان عامل ماتش كويس لما نزل. لكن انت لما تديله هياخد حماس، هياخد حساسية المباراة، هيعرف يقف على الكورة، يعرف يباص الكورة، وكذلك عمرو السولية. فده احنا كنا بنتكلم فيه، ان انت لازم لعبة تديها عشان لما تعوزها هتلاقيها. فالحمد لله تعادلنا عن طريق طبعا نجم امام عاشور. بعد كده الاهلي جاب التاني، والحمد لله جاب التالت في اخر المباراة. طبعا نجوم النهارده طبعا من غير كلام، أسامة أبو علي بصراحة مجهود خرافي. النهارده مكنش واضح للناس، لكن أسامة أبو علي بصراحة وليه ضربة جزاء بس الحكم ما حسبهاش، وكان في كورة تانية كان ممكن يخلص بيها من بدري، بس لعبة ضعيفة شوية. فالنهارده كان نجوم المباراة النهارده أسامة أبو علي وإمام عاشور. طبعا إمام عاشور بيلعب في حتة طبعا جديدة بالنسبة له، لكن عامل فيها مجهود كبير بصراحة ومأدي فيها كويس. بس احنا برضو محتاجين يا كابتن محمود لعيبة. النهارده 11 واحد وهو مفيش أي خبر عن الصفقات خالص. فالماتش كان صعب جدا النهارده. لو فريق سلاف جندا بيلعب بنفس القوة ونفس الحماس اللي كان بيلعب بيه قدام الأهلي النهارده، ما كانش خارج من البطولة، كان كمل في البطولة. لكن النهارده فعلا كان بيلعب بقوة وحماس، وده طبعا حقهم الشهر طبعا. احنا اشتغلنا طبعا ما كناش حلوين خالص، وكنا وحشين جدا لغاية لما ربنا كرمنا وتعادلنا مع يكون في أول الشوط التاني بتاع إمام عاشور، والحمد لله الحكم ما رفعش قصادها في الشوط. بس انت طبعا عارفين طبعا التحكيم الأفريقي بيرفعوا في أي حاجة. بعد كده قفشة مسك النص الملعب كويس، بس برضه قفشة ما كانش ينفع. أول ما نزل كان في باصين كده منهم كانوا مش كويسين، بس بعد كده النص الملعب بتاعنا ظبط. قفشة مع نيدفيد مع مروان، وحط كوكا في الشمال مكان كريم الدبيس طبعا، على الله حكايته زي ما احنا قلنا. والحمد لله محمد هاني رجع، الحمد لله يعني نحمد ربنا ان محمد هاني رجع. هيلعب بقى ان شاء الله الماتش اللي جايه، وان شاء الله بكره ان شاء الله الاسبوع الجاي كمان يلعب واحد كمان يرجع ويلعب ناحيه الشمال شويه، وريحنا من كلمه البيس لغايه لما معلول يخش في الفرقه او نجيب باك شمال كويس. فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا جدا في الفريق يا جماعه والله. عندنا مشكله في مكان معلول ويحيى، وعندنا مشكله في مكان هاني، وكرم مصاب. معرفش بقى الغياب بتاعه هيكون قد ايه.
فاحنا لازم نعمل صفقات يا كابتن محمود عشان احنا داخلين على ماتشات قوية جدا جدا جدا. احنا من ساعة ما الموسم بدأ واحنا مش حلوين، احنا لا نكسب بالعافية لا بنكسبش بنتعادل. فيا ريت يا كابتن محمود نسمع صفقات في خلال الأيام اللي جاية دي، نظبط بيها الفريق شوية. وسام أبو علي طالع عينه بصراحة في الهجوم، مفيش غيره، فالراجل بيعمل مجهود خرافي بأمانة عنه مجهود خرافي جدا جدا، فاحنا مش هنعتمد عليه لوحده. الراجل ده ممكن يقع مننا في أي لحظة، ربنا طبعا يبعد عنه الإصابات. فاحنا عايزين مهاجمين اتنين على الأقل، في واحد أفريقي وواحد مصري على الأقل يعني، فاهم؟ ومحتاجين شمال ومحتاجين يمين، يعني احنا محتاجين شمال ومحتاجين يمين، ومحتاجين مدافع. بس في الدفاع مش محتاجين، بس محتاجين مدافع. ان اشرف داري شكله اصاباته كتيرة، فاحنا محتاجين مدافع يا كابتن محمود. فياريت نسمع الفترة اللي جاية على صفقات تتم، مش كلام وخلاص، مش كذا واحد يقول لك اتعاقد مع مهاجم قوي مش عارف عمل ايه. احنا عاوزين فعل مش اقوال يا كابتن محمود. فده كان بالنسبة كده قراية سريعة على الماتش النهاردة، ما كانش حاجات كتير واحد يتكلم فيها. وإمام عاشور بصراحة ربنا يكرمه ويبعد عنه الإصابات، كان هو نجم المباراة. وسام أبو علي زي ما قلنا، وسام جات له كذا كورة، بس هو مشكلة وسام بيلعب لوحده كتير قوي، محدش بيوصله كور، محدش يعني مفيش مساعدة من الوسط ولا من الجناب، فتحس إن وسام معزول عنه. طبعا العيال معذورة، طبعا الجو حر والرطوبة عالية، بس برضو انت الاهلي مش اول ما تلعب في الاجواء دي، ولعبت فيها قبل كده وعارف الاجواء دي بيحصل فيها ايه، وبتظبط فيها نفسك وبتظبط فيها مجهودك وبدنك. لكن لا قدر الله ما شاء فعل. وكلمة كده لياسر ابراهيم، يا ياسر انت بتضيع مجهودك في الكور ملهاش لازمة. انت الكورة لو اتزحلقت فيها دي وسبب فيها الجول دي ما تطلعش منك يا ياسر يا ابراهيم. فياريت نركز تركيز. ده كان لسه في اول ماتش ياسر ابراهيم، يعني مش التاني يعني بقى، بس الشوط التاني كنت كويس وشورت كور كويسه، لكن عايزين تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه. انت ممكن لا قدر الله مكناش نعرف نكسب او حتى نتعادل، لكن هيبقى موقفنا صعب جدا جدا جدا. احنا كده عندنا 10 نقط، اورلاندو عنده 8، شباب عنده 6. هنشوف بكره هيحصل ايه مع بعض كده. هم لو تعادلوا تبقى مصلحه، احنا كده الحمد لله ضمننا الوصول. اورلاندو كسب خلاص، الاهلي اورلاندو هيكملوا. شباب كسبت الماتش، اورلاندو هيبقى صعب جدا ان اورلاندو هتكسب عشان يكمل. وشباب لو كسب طبعا هيكسب استاد ابيجان في الجزائر، فهتبقى. بس احنا بالنسبه للشباب احنا حصل بينا تعادل، احنا نعدي. فاحنا ان شاء الله باذن الله بنسبه 90% هنطلع من المجموعه دي ان شاء الله، هنكمل في المجموعه دي. هنشوف بس بكره اورلاندو هيعمل ايه مع شباب. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت تفعلوا الجرس، اشتركوا في القناه وادونا لايك. عايزين نوصل في مشترك يا اهلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.